بنرحب بالناشطة السياسية منى الإمام. ازي حضرتك يا استاذ تامر، ربنا يخليك. أستاذة منى، حضرتك عارفين إن أنت من كبيرة مشجعي النادي المصري من الجنس اللطيف. حضرتك تكلمينا عن رأيك في أول 3 مباريات للنادي المصري الموسم ده. اول 3 مباريات للنادي المصري، المباراه الاولانيه كانت كويسه جدا. وطبعا احنا كمشجعين النادي المصري يعني في الهزيمه قبل الفوز احنا ورا نادينا، يعني ما بيفرقش معانا، لكن طبعا المستوى بيفرق، لان كل ما بيبقى المستوى كويس كل ما احنا حتى بنبقى مبسوطين، لان حضرتك عارف ان الحاجه الوحيده اللي بتفرح اهل بورسعيد ان المصري يربط ماتش. الماتش التاني برضو كان الاداء مش وحش خالص، يعني مباراة المقص. الماتش بتاع مباراة المقص كان الاداء يعتبر كويس برضو مش وحش. هو الماتش الثالث كان فيه 3 تقريبا متغيبين، كان عندنا عبد الله جمعه، وكان عندنا مسعد، وكان عندنا موسى ده، وكان مصاب من اول الموسم. فان شاء الله باذن الله انا واثقه في فريقنا، واثقه في كابتن حسام حسن ان اللي جاي هيبقى احسن كتير ان شاء الله باذن الله. أستاذة منى، إيه اللي تطلبيه من النادي المصري ومن لعيبة النادي المصري الموسم ده؟ طبعا حضرتك شفتي السنة اللي فاتت جماهير المصري مرت بتجربة يعني مش عاوزين نفتكرها تاني. اسيوي. فحضرتك تطلبي إيه من لعيبة النادي المصري ومجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة العمل؟ بطلب من لعيبه النادي المصري انها تكدس كل مجهودها في الدوري ده، وتفهم ان احنا معاكم وبنساندكم وبنحبكم، وابذلوا اقصى ما وسعكم. يعني انا متهيألي مجلس الاداره مش هيبخل عليكم باي حاجه، اما ما هيوفر لكم كل اللي انتم محتاجين له. نفس الحكايه برضو كابتن حسام حسن مش هيبخل عليكم باي مجهود. اللي اجمل من كده وكده وكده ان انتوا عندكم جمهور مش هتلاقوه في اي نادي تاني. جمهور الشعب البورسعيدي ده بيعشق حاجه اسمها المصري، بيعشق حاجه اسمها الكوره، فبالتالي يعني ده يستحق كويس قوي ان انتوا تخلي بالكم من النادي. عشان احنا حضرتك عرفنا ان حضرتك حضرتي اخر مباراة انبي والمصري مع الجماهير في ملعب الهوكي. كانت مباراه كويسه. اوصف لنا شعور حضرتك. هي المباراه كانت زي ما انا قلت لحضرتك، كانت يعني كان برضو يعتبر كان فيها مساوئ شويه، ولكن هي عدت واللي جاي هيبقى احسن. شعوري بقى وانا في وسط الناس اللي بتفرج على الماتش ده شعور لا يعني مش عارفه اوصفه، جميل جدا. لما بنزل وبلاقي حب الناس والانتماء بتاع الشعب البورسعيدي للنادي المصري، دي حاجه قيمه جدا، حلوه قوي. شعور غير ما بتفرج عليه في البيت خالص. حضرتك تقولي ايه للحكام في خلال ال3 مباريات، واحنا ملاحظين ان في يعني مش عاوزين نقول يعني تعسف على النادي المصري، عاوزين نقول ان في شبه يعني تغاطي عن بعض اللعبات او ضربات الجزاء للنادي المصري. تحب تقولي ايه للحكام؟ قالوا محكومة بضمير. ايه ده؟ الماتش اللي قبل اللي فات ده عملنا ضربة جزاء، بعدها في الماتش اللي وراه كان في الاهلي اتحسبت ضربة جزاء، وهنا للمصري كخة وللاهلي ضحك. ما تحكموا بضمير وتتقوا الله، ولا هو عشان المصري؟ طيب حضرتك حضرتك عرفتي ان الاستاذ سمير حلبيه رئيس مجلس اداره النادي المصري ومجلس الاداره بالكامل وفروا اتوبيس للنادي المصري، تمام؟ دي حاجه جديده على جماهير بورسعيد وعلى النادي المصري. تحبي تقولي ايه لمجلس الاداره؟ انا بشكر مجلس الاداره وبشكر المحترم الخلوق الاستاذ سمير حلبيه، وبقول له خليك ورا الفريق وسنده. بورسعيد بتعشق المصري. تمام. رساله اخيره بقى تقوليها لجماهير النادي المصري، تقول لهم ايه؟ اقول لجماهير النادي المصري اللي انا منهم، انا بحبكم جدا، بحب انتمائكم لبلدكم، بحب حبكم لفريق بلدكم، وده طبعا نابع مش من اي كلام، ده نابع من البورسعيديه احفاد 56. وبقول للولاد المظلومين في السجن باذن الله ربنا هيكشف الغمه بتاعتكم، وربنا مش هيظلمنا اكتر من كده. واقول للناس اللي اتسببت في الموضوع ده حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، وربنا مش هيسيبكم ابدا، واحنا مش هنسيب حقنا. الاستاذه منى الامام، لو المباريات رجعت بجماهير هتحضري في الاستاد وتشاركي كجماهير؟ كل ماتش هحضره، زي كل ماتش بروح اتفرج عليه. حتى حضرتك لو خارج بورسعيد؟ حتى لو خارج بورسعيد، والامر بالنسبه لي متاح ان انا اروح احضر هروح. انا بشكر حضرتك جدا وبتمنى لك التوفيق. ميرسي يا استاذ، ربنا يخليك.